السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم علينا وعلى أمة محمد جميعا. تعالي النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة جدا، وبجد الطريقة دي وفرت علينا وقت ومجهود كمان. ولا هنورق الجلاش من هنا ورايح، ولا هنفضل ندهن طبقة طبقة أو ورقة ورقة. لا، امسكي الجلاش قطعيه، اعمليه كده، لفيه رول كده على شكل اسطوانة زي ما هو بالظبط، وقطعيه بالسكينة حلقات حلقات او بالمقص لو موجود عندك، زي ما انا ما عملت كده بالظبط. ممكن تحطيها على الرخامه عندك، تكون الرخامه نظيفه منضفاها كويس جدا، وتقطعيها رولات كده صغننه، او ان انتي تقطعيها بالمقص زي ما انا ما عملت. ايا كان المتاح اعمليه. بعدين بقى هاتي يلا ادهني الصينيه بتاعتك دهنه كويسه جدا من الزيت او خليط من الزيت على السمنه. آه افضل حاجه ان انت تقسمي الكميه دي لجزئين، بحيث ان الطبقه اللي هتكون في قاع الصينيه هي نفسها الطبقه اللي هتكون على وش الصينيه، فهتكون طالعه عندك صينيه الجلاش متساويه فوق زي تحت، وهتبقى جميله جدا. ممكن بقى تحشي الجلاش ده اي وصفه او اي حشوه انت تحبيها. ممكن تحشيها جبن، يعني ميكس كده من الجبن، او ممكن ان انت تحشيها عصاج من اللحمه. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بجد بسيطه جدا وسهله جدا وجميله قوي، ومش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود. هتعمليها وانت واقفه في المطبخ، مش هتاخد منك 10 دقايق. طبعا لو انت عامله العصاج ومجهزاه فخلاص، يعني مش هتاخد منك وقت خالص. تعالي بقى نشوف الخليط اللي احنا هنسقي بيه صينيه الجلاش دي. عباره عن كوبايه من الحليب، عليهم بيضه، يعني رب البيضة كده كويس قوي الأول بشوية من الفلفل الأسمر وشوية من الملح، وبعدين انزلي عليهم بكوباية من اللبن الحليب، ممكن يكون بارد أو دافي عادي. وبعدين اسقي بيها صينيه الجلاش بتاعتك بالطريقه دي، وانزلي بقى بعد كده برشه من السمنه كده على الوش، او زي ما قلنا ميكس بين الزيت او السمنه. انت ممكن تعملي كمان حاجه، ممكن تضيفي يعني حوالي كده ما يقرب من ربع كوبايه سمنه، او ميكس بين السمنه والزيت، مع الخليط اللي احنا عملناه، وتعمليه، او ان انت ترشرشي كده بفرشه زي ما انا ما عملت كده بالظبط. ممكن كمان لو عايزة تدخلي الصينية خلاص كده زي ما هي كده من غير اضافة اي حاجة تانية، مفيش اي مشكلة. وممكن كمان اضافة كده من عندك حلوة برضو، هتشجعي الاولاد ان هم يجروا على الحاجة ياكلوها كده بنفس راضية وشهية مفتوحة، ان انت كمان تحطي على وش الصينيه الجبنه الموتزاريلا. ممكن تحطي الجبنه الموتزاريلا دلوقتي، او ان انت تدخلي الصينيه تشمع معاكي في الفرن. طبعا الفرن يكون شغال من قبل على درجه حراره 200، لازم يكون سخن كويس جدا. اول ما يسخن كويس قوي هنطفي الشوايه، وهنخلي الفرن بس البلاطه من تحت بس هي اللي شغاله، بس تكون درجه الحراره عاليه جدا، يعني اعلى درجه موجوده عندك 200 او 220. زي ما قلت لك، ممكن تدخلي الصينيه زي ما هي كده الاول تشمعيها، وبعدين ترجعي ترشي تعملي الجبنه الموزاريلا كده من على الوش وتدخليها تاني، او ان انت تعملي زي ما انا ما عملت، تحطي الجبنه الموزاريلا وتدخليها كلها مره واحده. طلعت بالشكل اللي قدامكم ده. طبعا انا هنا عشان مش هقدمها دلوقتي فما قطعتهاش، علشان تحتفظ بدرجه الحراره بتاعتها. هغطيها بورق كده ألمونيوم او ايا كان عندك، لحد بقى. طبعا لو انت طبعا هتعمليها خلاص قطعيها وقدميها في نفس الوقت، لكن انا هنا هحفظها كده بالورق الألمونيوم ده، لاني انا مش هقدمها دلوقتي. هنا طبعا ساعه ما جيت قدمتها بقى كانت خلاص يعني هديت شويه. عايزه اقول لكم كانت طالعه جميله جدا وخفيفه جدا. زي ما انتم شايفين كده طبقات ومورقه وحلوه قوي بجد. انا مش خلاص مش هعمل الجلاش من بعد النهارده غير بالطريقه دي، سواء في الحلو او الحادق. وبألف هنا، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.